بمناسبة رمضان وعزومات شهر رمضان، أظن الطبق ده لو اتحط على السفرة بتاعتك كده في العزومة هيشرفك أوي وهيرفع راسك. رز بالخلطة مع فخدة كده ديك رومي. تعالوا بينا نشوف التتبيلات والطريقة والحركات والتكات كده معمولة ازاي، ونقول بسم الله وعلى بركة الله. أول حاجة حطيتها في محلول النقع، وهي عبارة عن مية وملح وسكر وليمون. قعدتهم حركة ساعة كده تمام. بعد كده شلتها ونشفتها وغزغزتها كده. تعالوا بقى نعمل التتبيلة بتاعتنا. جبت بصل وفرمته في الكبة، وحطيت عليه دبس رمان، وحطيت عليه البهارات اللي حضراتكم شايفينها دي، وحطيت عليها الزيت، وحطيت عليها ليمون. دعكتهم كويس جدا مع البهارات تمام. وهبدأ ان انا اتبل بيها فخدة الديك الرومي. بعد كده بقى يفضل ان انا اسيبها في التلاجة ليلة كاملة كده، علشان ايه تتشرب كده وتتغلغل في التتبيلة. تاني يوم هحطها في صينية وادخلها الفرن، ويفضل ان انا احط من تحتيها بصل جوليان تمام او ورق زبدة. هسيبها هنا تستوي في الفرن على نار هادية. وهنا هجهز الرز بالخلطة. جبت الزيت، حطيت عليه قطعة من الزبدة، وبعد كده نزلت عليه بالبصل. هكون محضرة معلقتين من السكر كده، هحطهم في النص يتكرملوا شوية مع البصل، علشان يديني لون ذهبي كده حلو تمام. بعد كده هبدأ ان انا انزل بالحب بتاع البهارات تمام. وبعد كده هنزل بالبهارات بتاعتي وهقلبهم كويس جدا. وتركية حلوة كده، تحطوا معلقة صلصة بيوري بتدي طعم حلو جدا للرز بالخلطة. بعد كده هحط هنا الرز البسمتي اللي انا كنت نقعاه قبلها بنص ساعة. وبعد كده حطيته عليهم، وتحطوا شوية مية وتظبطوا ملحكم وخلاص كده. لو عندكم مكسرات هتحمروها مع بعض تمام. انا هنا كنت سلقه الكبده، وبدات ان انا برضو احمرها مع رشه ملح ورشه فلفل اسود، بتبقى حلوه جدا. دي الحاجه اللي انا بزين بيها الرز بالخلطه. هنا الرز بصوا شايفين خلص ازاي ومفلفل وجميل. الرز ده بجد بيبقى طعمه حلو جدا جدا. حطوا بقى كده عليه رشه الكبده ورشه المكسرات، وبعد كده حطوا عليه فخده الديك الرومي او الديك الرومي عامه. بتبقى بجد في حته تانية خالص. عايزاكم بقى كده تكتبوا لي بتتابعوني منين، واهم حاجه ما تنسوش لو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. منوعات ساره جمال. باي باي حلوين.